هوب 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 الاخوان، هيا بنا الى المونديال، لبؤات الاطلس الى نهائي كاس افريقيا والتاهل الى المونديال. غزال على كوره، وين الصوره؟ هيا بنا الى المونديال، هيا بنا الى المونديال، هيا بنا الى المونديال. شكون حنا السير مونتاج؟ شكون حنا؟ البارح حنا هذا بركان دازو النهائي، شكون قصاو؟ الناس ديالك. اليوم عاوتاني لبؤات الاطلس الى النهائي ديال كاس افريقيا والى المونديال. انا عيقنا بهذا الشيء والله. الا اش خليني لهاد الجيران ساكن دابا؟ واش هاد الفكره التوسعيه هادي نتاع؟ يلا الاخوان كيف العاده حركوا لنا ديك اللايك، وضروري تباركوا لبؤات التاهل في التعليقات. السي المونتاج عطينا عليها شي ميزان في خاطر الجاليه الانغوليه ديالك، عاد ندوزو للمعقول. السياسي يخرج من لاكوب لاكاف بعدما قدم مباراة رائعة. نهضة بركان ما قدروا يديروا حتى فرصة، زيرو تسديدة ولا كرة نحو مرمى بوحلفاية، وهذا رقم يحسب للسياسي. اللي تغيب السياسي كانوا قادرين انهم يتأهلوا بسهولة كبيرة وكبيرة جدا من ناحية انهم ما يفتحوش اللعب في مباراة الذهاب. فنهضة بركان اليوم شفناها بانه فريق عادي، شفناها بانه ليس ذلك الفريق المرعب لتلك الدرجة. السياسي الدليل أنه فاز عليه بهدف مقابل 0، وكان بالإمكان أن يفوز عليه بنتيجة أثقل من ذلك. واش غنقول لك؟ القنوفه كتعرف ولا حتى حنا الشري في الماتش ساليناه في بركان، يعني فاش جينا عندكم غا تواضعا منا كيشغل التدريب برك يا اخو، حتى باقي تابعنا النهائي السي المونتاج. وشتو هذا اللي كان سير يهضر معاكم، كان كيقول لهم قبل هذه المباراه، كان كيقول لهم اسيدي النهائي او كاس الكونفدراليه ما غاداش يخرج من الجزائر. هذا خلاص السي المونتاج يشهد على راسه. هذا العام التتويج سيكون جزائري بكأس الكاف. السبب الرئيسي الذي كان يجعل الفرق الجزائرية، السبب السيادي الذي كان يجعل الفرق الجزائرية لا تلعب أمام نادي نهضة بركان المغربي هو تلك الخريطة الوهمية. لذلك انتهت القصة الآن بفوز للدبلوماسية الرياضية الجزائرية، فوز مهم يجعل من اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة يركزون فقط على كرة القدم ولا شيء غيره، ويجعل من نهضة بركان أيضا تخرج من الجوانب السياسية وتخرج من منافسة كأس الكاف، لأنه ما دام أنك أنت فزت أو وصلت للنهائي بخريطة، فالآن يجب عليك أن تلقى جانب رياضي أو جانب كروي يوصلك الآن إلى النهائي. وهذا العام اللقب لن يفلت من الجزائريين، وتذكروا كلامي جيدا. عندنا المسائل ديالنا، عندنا لارشيف، عندنا السير مونتاج هنا، وسير دابا شويه لي يبكي، راه فيكم القنوفه وسير لي يبكي صدع شو الناس ديال وجده. إنا لله والدعمة. شهدت إسبانيا اليوم انقطاعا شاملا في التيار الكهربائي وفقا لمشغلي شبكات الكهرباء، فجميع الموارد الكهربائية متوقفة حاليا، ما أثر سلبا على جميع المرافق الحيوية للبلاد وتسبب في توقف شبكات القطارات والمترو. وأكدت السلطات ذاتها أن سبب هذا الانقطاع قيد البحث والتحقيق. الله يحفظها ودا السي المونتاج، لا يكون داكشي اللي في بالي وفي بالك هو اللي واقع. بعدا اسبانيا راه خرجت وشكرات المملكه المغربيه الشريفه حيت عطيناهم تريسيتي. انا راه هما قال لك دابا كيقلبوا على شكون مول الفعله. انا راه بالي السعد مجيطي شكون من غيره غيكون فاق اليوم مع ديك الفقصه ديال بركان البارح، بغا يطيح جدي جانكشور على المراكز، دوك نطيحوا على الصبليون. الشيء اللي قامت به اسبانيا غير مقبول اخلاقيا وتاريخيا. هي مجرد الوصول الى الدور النصف النهائي وبحد ذاته انجاز. ماشي كتقولوا بلي بركان ضعيف ولا رجعوا مؤامره، ولو كان يقعوا الخريطه يضربوهم اري روتور. هنا باش تعرفوا بلي الرياضه تاعكم نتوما اللي ضعاف، نتوما اللي ضعاف، ما كان لا مؤامره لا والو. واخويا المؤامره هي اللي بانت لي باغي ديرها لينا نتايا دابا. شتو دا السي المونتاج داك الاشهار ديال الحفاضات في ديك التلفازه، الله يسمح لي يا ربي تغفر لينا ولا نتفكر عشيرنا الصديق ديالنا الصديق المراكشي. دخلنا عليك بالله الا ما ضرب عليه شي طله، السيد راه غابر علينا. غنشوفوا واش كاين شي جديد. يجب التأكيد على ضرورة التصدي لاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة في ظل التطور الهائل للتكنولوجيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وأضاف السيد الفريق أول أن التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه. تبارك الله على السي فريق اول، والله الا لقيتينا عاد جبدناك انا والسي المونطاج ها بالخير. وابونيف انت راك ما داخلش في جده الليسته هادي، انت غا خوي راسك ما مدخلكش فريق اول في هذوك الناس اللي دوى عليهم دابا، حيت هو ودا السي المونطاج هاد بونيف شي يكون كان غير كيسكت خير، كيجي السيد كيبغي يكحل ليها كيعورها. هاك الشيء اللي راكم ديروا فيه في الجزائر والله ما نسامحكم عليه. حاجه اللي ممكن نوصل لها على 5 سنين نخليها ل5 سنين ان شاء الله، على عامين نخليها لعامين، ما نقدرش ندير كل شيء والا ندخل في المديونيه، ونهار اللي تدخل في المديونيه صمت، ما يبقى لا كلام ولا فلسطين ولا حاجه ولا الصحراء الغربيه ولا يحزنون، تقبض الصف وتسكت. واخا سيدي انت دابا ما داخلش في المديونيه الصعب جيد، ولكن ماذا استفادت الامه؟ كنجيو دابا القضيه ديال هاد ظالمه او مظلومه كيعرضوا عليك الدول العربيه الا كان شي اجتماع عاجل كيقولوا لهم لا سيدي انا ما حاضرش منسحب. كنجيو القضيه ديال الصحراء الغربيه المغربيه حنا ساكنين في الارض، نتوما ربحتوا معنا الجماعه. وخويا كون دخلتي على هذا الحساب بعدا في هذيك المديونيه على الاقل غير دوك الدراوش عندك كيشبعوا عدس وحليب. فأنتم تعلمون أن الجزائر مستهدفة من غرف أخبار مظلمة، فما أحوجنا إلى هذه الدروع التي تمتاز بالقلم الراقي. لا راقي الله يبارك، واحد بونيفا ودا السي المونطاج كيخرج من فمه غير المعسول، والمعلومات عنده جميعها من مصادر موثوقه صحيحه 100%. اما واحد مسخوط مرشوق كان قال لهم واحد المره الجيش الصحراوي دخل العيون، يا ودي الله كنهضر معاكم الجيش الصحراوي دخل العيون، ما بغاش هضر. القسنطيني يخرج برأس مرفوع في هذه المواجهة أمام نهضة بركان المغربي، هذا الفريق القوي اللي عنده تشكيلة قوية، عنده مدرب محنك اسمه معين الشعباني الذي سبق وأن توج بدوري أبطال إفريقيا. تقصات عباد الله مع فرقة من بلاد اللي هي العدو الكلاسيكي، وشحال ب4-0 شحال ما يتنخصوا علينا لا حكا كون تحيدوا لينا ديك الخريطة والله حتى نربحوا، حيدنا لهم الخريطة داو 4 وداس الروتور درنا كيشغل هادشي داري. المهم ما عليناش، واش فراسك ودا السي المونطاج بانه العمده ديال مونبولي الفرنسي كاين عندنا هنا في الصحراء المغربيه وهز لهم درابو بوبليكا فاتحه. ان في مائده المواطن الجزائري سنه يكون تنوع، لحم ابيض، لحم احمر من الابقار، لحم احمر من الاغنام، ولحم احمر من الجمال. لما لا؟ انا من حقي كجزائري اعيش في الشمال، من حقي انني ناكل لحم الجمال. انت دابا عباد الله هو صاحب وحده وكيضحك فاش قال هذيك الهضره، ما تيقوش بغيتينا نتيقوك حنا. قال لك اسيدي كاين تنوع في اللحوم. انت عباد الله عندكم صابون في 2025 السي المونطاج حاصلين غير مع جد العدس وفي الصيف ماشي في الشتاء، في الصيف وهذا قال لك اكل لحم الجمال. يا روح. يلا الاخوان تهلاو ليا فراسكم، وصلنا لنهايه الحلقه. كيف العاده ما تنسوش ديك اللايك، نعاودو نباركو لبؤات الاطلس 1,300 مليون مبروك التاهل الى نهائي كاس افريقيا والتاهل الى المونديال. اما بالنسبه للجاليه الانغوليه يبقوا في صمت، عزاؤكم وعزاؤهم واحد.